هو معقولة في فيضان في المنوفية النهاردة؟ وليه السوشيال ميديا كلها مقلوبة على الموضوع ده وكله عمال ينزل فيديوهات ويتكلم؟ وايه علاقة التحذير اللي نزلته الحكومة المصرية لأصحاب أراضي طرح البحر في مصر؟ وقالوا إن ممكن يحصل حاجات كتير بسبب الفيضان. وهل ده كله له علاقة بفيضان سد أثيوبيا اللي هم قرروا إن هم يعملوه فجأة وطبعا اتأثرت بيه دولة السودان وبدأ يدخل على مصر فعلا على كلام الناس؟ الحقيقة يا صديقي إن إحنا لازم نفهم الموضوع قبل ما نبدأ نتكلم فيه زي ما ناس كتير اتكلمت وما فهمتكش الموضوع كله. لانه طبعا زي ما احنا عارفين ان اثيوبيا الفتره اللي فاتت كانت بتعمل حاجات كتير في موضوع السد بتاعها، واخرهم ان يوم 27/9 فتحت السد وبدات تجيب علينا كميه ميه كبيره جدا عدت على دوله السودان واثرت عليها بشكل كبير من ناحيه الفيضانات، وفعلا في بيوت كتير جدا اتاثرت فيها لانه كان طبيعي انه مفيش حاجه مؤهله ولا موسميه في الفتره دي انها تستحمل كميه الميه اللي جايه، وخصوصا بعد ما اثيوبيا فتحتها فجاه بدون اي اتفاق مع السودان او مصر. وعشان كده السودان اتاثرت لان السدود بتاعتها ما تستحملش كميه الميه دي. لكن تعالى بقى نوصل لمصر ونشوف هل فعلا اللي حصل في المنوفيه وما زال بيحصل دلوقتي، وانه بيوت كتير بدات تغرق واراضي كتير بدات تغرق، هل ده له علاقه بفيضان سد اثيوبيا؟ الحقيقه ان بعد الفيضان اللي حصل في السودان كل الميه دي بدات تدخل على مصر، بس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده كتير انه مصر عملت حسابها في السد العالي والبحيرات اللي وراه والكميات المخزونه ورا السد العالي ومفيد توشكا، كل الانهار الصناعيه اللي اتعملت الفتره اللي فاتت. يعني المفروض ان مصر واخده حذرها كويس جدا. بالدراسات العلميه كله بيقول ان مفيش اي مشكله عند مصر الا في بعض الاماكن، زي ما طلعت مصر في تحذير وحذرت كل الاهالي بتوع طرح البحر انهم لازم ياخدوا بالهم الفتره اللي جايه لانه منسوب نهر النيل هيعلى. وعشان نفهم لازم نفهم الاول ايه هي اراضي طرح البحر اصلا. واراضي طرح البحر دي هي عباره عن اراضي منخفضه اصلا عن مستوى نهر النيل، يعني اراضي موجوده في اماكن معينه، والتحذير ده كان ليهم وبالذات محافظه البحيره ومحافظه المنوفيه. واللي حصل فعلا النهارده كان في محافظه المنوفيه في بعض الاماكن زي قريه اشمون او جزيره دلهم. واللي حصل في الاماكن دي ان هي محاوطه من كل الاتجاهات بنهر النيل، والارض نفسها اللي هي طرح البحر منخفضه عن مستوى نهر النيل، وبالتالي اي فيضان بيحصل في النيل بيأثر على الاراضي دي. وده كان التحذير من الدوله انه ما ينفعش اي حد يبني في الاماكن دي، لان الاماكن دي تعتبر زيها زي حرم اي حاجه، ونهر النيل كمان ليه حرم، وما ينفعش ان حد يبني في الاماكن اللي حواليه. وعشان كده الدوله حذرت وقالت انه ما ينفعش حد يبني في الاماكن دي. ولكن رغم كل التحذيرات دي في بعض الناس بنت في الاماكن دي، وهي دي الناس اللي اتضررت بسبب اراضي طرح البحر لمجرد ارتفاع منسوب النيل بسبب بعض الحاجات اللي زي كده، وسواء ده موسمي او لا. طبعا بعد ما السد العالي استوعب كميه كبيره جدا من الميه وبدا يخزن كميه الميه دي وراه، ومفيد توشكا اتملى وبحيره ناصر اتملت وكل الاماكن اللي كانت ممكن انها تستوعب، ومصر عندها القدره انها تستوعب كل الكلام ده. بس المشكله هنا في الاراضي اللي فعلا موجوده ومنخفضه تحت سطح النيل، وعشان كده الميه دي بدات تغرقها. ورغم التحذيرات الكتير وكل اصحاب البيوت اللي اتضررت نزل لهم برضه فرق انقاذ عشان يتم اصلاح الموقف باي طريقه ممكنه في اسرع وقت. وكان المقصود هنا ان احنا لازم ناخد بالنا الفتره اللي جايه في التحذيرات اللي بتتقال لنا، لانه اي تحذيرات من الدوله بتبقى للصالح العام، واي حد باني في اماكن مش مخصصه للبنى في اوقات معينه ممكن يحصل لهم حاجات طبيعيه زي اللي بتحصل دلوقتي. وعشان كده اكيد الدوله لما بتعمل حرم لاي حاجه ما ينفعش يتبني فيها، فده اكيد لصالح الشخص نفسه ان هو ما ينفعش يبني عشان ما يخسرش بيته او مكانه اللي هو تعب فيه. اما عن موضوع كميات الميه اللي عماله تيجي من اثيوبيا وتتغير كل يوم عن التاني، ففي كل الاحوال مصر قادره تستوعب كويس كميه الميه دي، وكل المتخصصين والخبراء قالوا ان اللي بيحصل في السودان صعب جدا يحصل في مصر، وان شاء الله مش هيحصل في مصر، لان مصر بالسد العالي وكل البحيرات والانهار اللي معموله قادره انها تستوعب كميه الميه دي وتحافظ على الاراضي الموجوده. انا عادل مجدي، يا ريت نشير كتير جدا الفيديو ده لانه في ناس كتير جدا قلقانه بسبب كتر الكلام اللي عمال يتقال من ناحيه انه هيبقى في فيضان في مصر زي ما كان موجود في السودان ولا لا. وطبعا مستنيك تكتب لي هل انت برضه سمعت عن كل الناس اللي بتتكلم عن فيضان وحصل في المنوفيه وكلام كتير كبير زي ده. واخيرا بندعي ونقول ربنا يسترها على مصر وان شاء الله ما يبقاش في اي مشكله.